السلام عليكم. اهلا بيكم في حلقة جديدة ومنتج جديد. المنتج اللي معانا النهاردة وحاجة بقالنا كتير ما عملناهاش. صحيح، عندك حق. ايه هي بقى؟ هو ايه؟ طبعا انتوا سمعتوا الصوت، معرفش سمعتوا ولا لا، بس انا معايا ايه حاجة حلوة دلوقتي. مش هي المنتج بس عشان نشوفها ايه. المنتج اللي معانا هو كلاسيك، هو جاتو وسويس رول من كلاسيك. والحاجة الجديدة التانية اللي معانا كوتي. بس هي مش دي المنتج، يعني احنا جايين نشوف احنا المنتج جايين اللي معانا. نوريها لكم بس عشان هي جديدة وخلاص هنطلعها تاني. ماشي. دي علبة كلاسيك اللي جبنا فيها الجاتو والسويس رول. هي فيها ستيكر الأمان ده، نفتحه الأول ونفتح العلبة كده نشوف ايه اللي جواها. زي ما احنا شايفين كده مع بعض، في معانا 8 قطع جاتو وسويس رول. 1 2 3 4 5 6 7 8. نبدأ نشوف كده ايه مع بعض. أول حاجة فيهم أنا طبق وشوك. طيب خليها، عايز تطلعها بره؟ طيب ولا اقول لك خلاص خليها قاعدة في الأرض. نبدأ بالسويس رول مثلا. نبدأ معانا في سويس رول شوكولاتة. بص انا معرفش بقى الحاجات، بس انت عرفني. طيب ده سويس رول شوكولاتة كده، أول نوع معانا. زي ما احنا شايفين ادي شكل السويس رول الشوكولاتة اهو. شكله جميل الحقيقة. طبعا حلواني كلاسيك بيتميز دايما هو يعمل الفيونكة الحمراء ده اساسي. ده اللوجو بتاعه. سويس رول شوكولاتة. سعره 35 جنيه. هيا بينا ندوق. ناخد قطعة. طبعا شكله مبهج اوي. شكله الشوكولاتة ريحتها نفاذة، ريحتها جميلة، يعني شوكولاتة مليان شوكولاتة. دوق في نفس اللحظة. في نفس اللحظة معاك يعني. اه بسم الله. حليل. الله، لا الله بجد. الشوكولاتة بتاعته جميلة، صح؟ الله بجد. خمسة وتلاتين دي 35 جنيه. بالنسبة لحجمها شوية، بس طعمها جامد جدا. يعني مفيش اعتراض اقوله على البتاع دي خالص. الكيكة بتاعتها هشة جدا، خفيفة. كريمة الشوكولاتة المحشية جوه لذيذة. انا لو عليا خلصها دلوقتي حالا. طبقة الشوكولاتة اللي بره لو دقتها برضو كانت لذيذة، او ادوقها تاني. جميلة جدا. ادوق طبقة شوكولاتة بس. لذيذة. ايه رأيك؟ رائع. جميلة صح؟ لا ممتاز. السويس رول الشوكولاتة. نشوف طيب اللي بعده. نشوف اللي بعده ده السويس رول. ايوه سويس رول. السويس رول الأبيض ده اسمه، ده سويس رول كوكو فريز. كوكو فريز هو اسمه كده. مش انا اللي مسميه والله. من كوكو فريز. ممكن صح اسمه كوكو فريز علشان في كوكونات، في جوز هند وفراولة. ممكن انا شايف فيه. معرفش فريز دي في جايبينها. ممكن. طب ندوق. نشوف عشان الريحة مش نعرف. باينة فيها ايه، بس ندوق كده نقطع حتة. هو طبعا ايه اللوجو بالغامق علشان في احمر، لونه فعشان بني. كده عملوها بالبني بقى. يلا بسم الله. ده من شكله من جوه اهو. فعلا شكله فيه فراولة. الله. بسم الله. حلو. روقان. هو فعلا في طعم جوز هند. وفي فعلا في طعم فراولة برضه. عشان كده اسمه وفي طعم كوكو كريمة. فريز. فدي حلوة. دي بالنسبة لي توديني حتة تانية دي. لا فظيعة 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 فظيعة. فيها طعم مربى الفراولة. الله. صح؟ مربى فراولة وكريمة، وبرضه نفس الكيكة الهشة الجميلة دي بتاعت السويس رول.
وده سعره الكوكو فريز، ده سعره برضو، لا ده سعره 30 جنيه. ده ارخص. ارخص 5 جنيه. حلو. لا بس هو صراحة جامد يعني. نشيله ونشوف اللي بعده. ونشوف اللي بعده. ده جاتو ايه بقى؟ ده اسمه ده فورين وار، ده سعره 35 جنيه. ماليش دعوة بالاسماء، انا هدوق على طول. فورين وار بالفرنسي يعني الغابة السوداء، بس هي هنا فيها ابيض برضه. ريحتها برضه فيها كاكاو. بسم الله. ماشي هدوق. ايه رايك؟ لذيذة برضه، فيها كريمة كتير صح؟ مم. هي فيها طبقتين. طعمها حلو جدا، والكريمة انا حاسس ان طبق هي فيها طعم الفراولة سيكا. ثلاث طبقات الكريمة. كريمة، 3 طبقات 3 layers. وثلاث طبقات كيك. وانت بتدوق كده حاول تحس هل في فراولة ولا لا في في الكريمة. خفيفة كده. صح. طعمها لذيذ جدا الصراحة يعني. لذيذة برضه صح؟ التقييم بقى ايوه. بالترتيب في الاخر هسيبه بقى. اوكي ماشي، نشوف اللي بعده. طيب رائع برضه. شوف اللي بعده، اللي هو الجاتو المارينج. ده الجاتو المارينج. تمام. ندخل بقى الفورين وار دي. هو ايه اللي لونه بني فوق الجاتو ده؟ ده بيحرقوا كده ايه بنار اللهب كده الكريمة اللي على الوش عشان تدي اللون البني ده. بيدي كده بقى في نار كده. هو بيعمل طعم مختلف في الكريمة ولا؟ بيديها طعم كده. هتدوق دلوقتي تشوف طعمه عامل ماشي. ازاي. انا اصلا عمري ما جربت ده. تعالى ندوق. هي غالبا فيها مانجا تقريبا، انا شايف فيه لون اصفر. صح، ده في مانجا بس مستخبية. في كده في طبقة من تحت فيها مانجا صح. بسم الله. فيها مانجا. في طبقة مانجا من تحت صح. هو في الكريمة الصراحة انا ما حسيتش بفرق. طب هحاول ادوقها لوحدها. طيب كريمة لوحدها. هو في ايه 10% قرمشة في الكريمة اللي على الوش. بس انا مش حاسس فرق في الطعم. هي ممكن تكون طريقة غير ان هما يحطوا كريمة، بس ان هما يعملوها قبلها بالنار. والمارينج ده سعره 25 جنيه. وطعم المانجا طبعا مديها طعم حلو جدا. يعتبر ارخص واحد في الدنيا لغايه دلوقتي. بكام؟ 25. 25. هي حلوة لذيذ. جدا. نشوف طيب ايه اللي بعدها. ايه الكراميل. والكراميل برضه هيبقى سعره 25 جنيه زي ايه؟ زي المارينج. زي المارينج صح. دي بقى شكلها سبيشال. ده الكراميل اهو. دي قطعة الجاتو الكراميل زي ما احنا شايفين كده. صوص لازم اللوجو ده في كل الجاتوهات. الكراميل على الوش اهو. تمام. وتقريبا نفس العجينة الاسفنجية، الكيكة الاسفنجية هي بس باختلاف ان بدل ما يحطوا فوق الكريمة المحروقة دي حاطين كراميل. صح كده. طيب ندوق برضو الكراميل نشوف ايه الاخبار. بس انا مش عارف فيهاش مانجا من جوه صح؟ لا دي كان فيها مانجا، دي ما فيهاش. طيب ندوق كده. ندوق برضو ندوق. عندي فضول في كل حاجة. حلو كراميل. جيلي كراميل ده على الوش. جيلي قوي جيلي. كأنكم بتاكلوا جيلي تفاح. لو نفس الخامة بالظبط، بس الفرق ان ده كراميل. بس هو طعمه لذيذ قوي بمعنى الكلمة. حلو. طعم الكراميل قوي قوي. هو طعم الكراميل مؤثر على الحتة كلها اللي انا باخدها. مش مثلا الحتة اللي فيها كراميل بس، لا، حتة الكراميل اللي انا باخدها مع القطمة متأثر على الحتة كلها اللي بتبقى في الشوكة. فدي جامدة بس صراحة لذيذة. عجبتك؟ تمام. طيب كده خلصنا الكراميل. فاضل بقى ايه
والفروتي والنوتيلا فادج والفادج. نشوف الايه. طيب الفروتي ده، الفروتي ده ماشي. ادي الايه ده الفروتي. شايفين طبعا الفاكهة اللي على الوش انا اللي بحبها هي جدا دي غالبا قطع مانجا تقريبا. طبعا. هي لا، هي مش مانجا تقريبا، دي ممكن تكون خوخ. ريحتها مش مانجا، هنبين دلوقتي ازاي؟ في الطعم. هي لونها تدي على المانجا بس اه قوي. ريحتها خوخ. لازم اعرف. هنعرف دلوقتي لما ندوق. يلا ندوق كده، بسم الله. بسم الله. مش مانجا. مش مانجا صح؟ هي ريحته مش مانجا خالص. دي مش مانجا خالص. اكلتها كلها. لا دي مانجا اللي معايا. ازاي؟ لا دي تعرف مانجا. طب ازاي اللي انا اكلتها دي؟ واللي انت خدت. ممكن انا مش بفهم في استنى، الفواكه يعني ولا ايه؟ ادوق حتة من اللي عندك دي. انا مش فاهم، انا مش شكلي مش بفهم في الفواكه ولا ايه؟ لا مانجا. مانجا برضه؟ يبقى انا مش بفهم في الفواكه. دوقنا المانجا وسيبنا الكيك. اه. المانجا برضه عاملها طعم حلو. يعني لحد دلوقتي انا ما شفتش ولا عيب في كل الجاتوهات اللي انا اكلتها. ودي حقيقة فعلا كلهم لذيذ جدا. ولا عيب خالص. حتى اللي اسمها الكريمه اللي هي المحروقه دي، ما اعرفش بيتقال عليها ايه، بس انا بقول عليها كريمه محروقه. مارينج. مارينجا. حتى دي يعني هي ما فيهاش عيوب قوي. ويمكن ما جربتهاش قبل كده وبالنسبه لي غريبه، لكن هي ما فيهاش عيوب خالص. هي انا شايف ان اه ألذ حاجة فيهم هما الكيك بتاعهم خفيف كده وهش. الله. هو لذيذ جدا الحقيقة. شوف طيب اللي بعديها اللي هي فاضل حاجتين بس. نوتيلا فادج والفادج نفسها. ماشي. هنجرب النوتيلا فادج الاول. ده النوتيلا فادج اهي. خلي بالك. اوبا. دي النوتيلا فادج. دي بقى شكلها فخم. شكلها كده ايه، مليانة طبعا شوكولاتة ومن جوه اكيد محشية نوتيلا. اسمها نوتيلا فادج. هيكون فيها ايه؟ اكيد فيها نوتيلا طبعا. ندوق بقى ايه، نشوف هيا بنا. ده بقى ايه؟ حاسس انه بقى ايه؟ فخم. بسم الله. نعمله كلام وسيب الاكل. غنية جدا، قوية. صح؟ لو ما قلناش الفروتي سعرها كام صح؟ الفروتي سعرها 40 جنيه والنوتيلا فادج طب ازاي الفروتي سعرها 40 جنيه؟ عشان قطعة المانجا غالية. هدوق واحد قطعة تانية. عجبتك صح؟ انا شايف ان هي من ألذ الحاجات اللي كلناها النهارده، هي دي اتفرجوا عليا. النوتيلا فادج ده. لا لذيذ النوتيلا فادج ده لذيذ صح؟ طعمه من ألذ الجاتوهات اللي جدا. فاضل كده الفادج لوحده بقى، ايه اخر واحد اللي هو الفادج ب35. ده بقى ايه الشيب بتاعه غريب شويه. ده مثلث مش ليه بقى انا مش ما اعرفش خالص. طيب هو التقطيع بتاعته كده. ده الفادج زي ما احنا شايفين كده شكله تقريبا نفس الشوكولاته اللي على الوش، هي تقريبا نفس الكيكه. اعتقد الحشو بس هو اللي هيبقى مختلف صح؟ هي نوتيلا فادج حاسس ان هي فيها نوتيلا اكتر. دي بقى ما فيهاش اختلاف، قصدي يعني فيها نوتيلا اقل بس. وهنا الحشو طبق في النوتيلا فادج طبقتين وفي الفادج طبقه واحده. ندوق برضه. ندوق بقى الله من الطرف ده. نوتيلا فادج. نوتيلا فادج طعمها اقوى صح؟ انا حاسس ان هي حلوه بس سيمبل خالص. بس هي حلوه. اي حاجه من الكلاسيك هي تعتبر حلوه. بس النوتيلا فادج حاسس فيها سنة مكسرات صغيرة كده صح؟ انت بتاكل صح. حاسس فيها كده ايه،
البندق ما الفudge ما مطحون. فيها، قصدي النوتيلا فudge ما ما فيهاش. فيهاش، لا فيها مكسرات كده ايه خفيفة كده جوه الحشو تقريبا. بس اللي هو اصلا ما حدش اللي هو يدقق ويركز فيه، مم. ان دي محتاجه حد بس بس لذيذ صح. عشان انا بقالي كتير ما اكلتش كميه كلناش، السكريات دي مره واحده. فعلا بقالي كتير بقالنا جدا. بقالنا فترة طويلة ما حتى عملناش. في الحياه العاديه مش في الفيديوهات بس. مم. في الحياه العاديه انا بقالي كتير ما اكلتش كل السكريات دي. مم. طبعا بس النهارده ايه بقى، كان لذيذ. هتلاقيه نايم في اي وقت. السكريات هتنيمه. اه بس كانت حلقة لذيذه وظريفه ولطيفه ولطيفة. الله، احلى ومسكرة. احلى حلقه مسكره شفتها في حياتي. حلقة مسكرة. بس ونشوفكم ان شاء الله في حلقات جديده، نعم منتجات جديده، و... و الى اللقاء.